لو هتتكلم على القوة، لو هتتكلم على القوة الشرائية، فالزمالك من فترة من الفترات كان عنده فلوس يجيب اي لعيب ويدخل في اي صفقه قصاد النادي الاهلي وياخدها. خد عبد الله السعيد في عز ما عبد الله السعيد كان يفرق كتير مع الاهلي، دخل وجاب صفقات كبيره جدا، وكان عنده تيم الاحلام، وكان عنده لعيبه على اعلى مستوى. ولكن الانضباط يا جماعه، النادي الاهلي ده يعني انضباط. النادي الاهلي ده هو اللي بيعلمنا يعني ايه مبادئ واخلاقيات. النادي الاهلي ده هو اللي بيخلينا يعني على فكره يا جماعه والله العظيم احنا بالنسبه لنا الاهلي ده يعني ايه، حاجه في الحياه، حاجه بتجري في دمك. الراجل الجميل جدا اللي كان معدي بالموتوسيكل وتقريبا واخد درع الدوري رايح وديه للنادي الاهلي وبيقول لك انا اهلاوي، هو ده يعني، هو ده المفهوم اللي انا عايز اوصله لحضراتكم. الحب اللي بلا مقابل ده، يعني راجل بيقول انا اهلاوي وعيلتي كلها اهلاويه وحاجه يعني، وراجل بسيط وراجل جميل وراجل ان انت تبص عليه كده تحبه من اول لحظه. فهو ده الحب اللي ما بين جماهير النادي الاهلي وما بين لعيبه النادي الاهلي وما بين اداره النادي الاهلي. تحس ان كل الناس في منظومه النادي الاهلي لا ايد واحده، الناس بتفكرش غير في مصلحه النادي. لكن تيجي على النقيض في نادي الزمالك، خلينا اتكلم معاك بمنتهى الامانه، نادي الزمالك كل واحد بيعمل لمصلحته، كل واحد من ابناء النادي عايز يشوف مصلحته فين ويجري وراها. الناس ما بتخططش لبكره تعمل ايه في نادي الزمالك، الناس ما بتفكرش تجيب موارد لنادي الزمالك، الناس ما بتفكرش ان هي تستثمر في اللعيبه، الناس ما بتفكرش ان هي ترضي اعضاء النادي وترضي جماهير النادي. يعني شفنا الزمالك بعيد عن البطولات ليه كام سنه، يعني والله بجد الله يكون في عون جماهيره، الله يكون في عون جماهيره. فاحنا يا جماعه والله العظيم مش بنشجع الاهلي عشان بياخد بطولات، الاهلي علمنا وعودنا ان احنا ما نشبعش من البطولات. ولكن لو الاهلي كمان ما بياخدش بطولات صدقوني يا جماعه هنفضل نشجعه وهنفضل نحبه، لان احنا بنحب كيان النادي الاهلي، بنحب حاجه اسمها النادي الاهلي، بنحب حاجه اسمها لعيبه النادي الاهلي. فانت لا تتساءل في دماغك الناس دي بتحب ليه، او الناس دي عندها شغف كبير قوي ليه بالبطولات. الشغف اللي احنا جايبينه ده استمدناه من النادي، استمدناه من اكتر من مجلس اداره في النادي الاهلي. كل الناس بتعمل لمصلحه النادي.